السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ لو مهتم جدا ومفيد فعلوا من التطبيقات، اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد ومفيد. فعلوا من التطبيقات في القناة. عندي اقدر افك التطبيقات الحديثة اللي بتسهل عليك حياتك اليومية، تطبيقات الفيك وكمان التطبيقات الهاكر. النهارده ان شاء الله مع شرح تطبيق جديد هو اسمه لانج تون. التطبيق ده مساحته 38 ميجا وحمله اكتر من 5 مليون شخص. التطبيق ده تطبيق خاص بتعلم اللغة الإنجليزية ولغات أخرى. لو أنت حابب إن أنت تثقف نفسك، حابب إن أنت تتعلم لغة جديدة، حابب إن أنت تاخد كورس، عايز تروح تاخد كورس مثلا علشان اللغة أنت مش كويس في اللغة، سواء بتستخدمها في التعليم، سواء حابب ان انت تسافر، سواء حابب تاخد كورس علشان يفيدك في مجال عملك، مش لاقي مكان قريب منك، او لقيت مكان والمواعيد مش مناسبة، او لقيت مكان والمواعيد مناسبة بس السعر غالي، فالتطبيق ده هيساعدك وهيفيدك جدا. اول حاجة هيسهل عليك ان انت تروح مشوار لكورس، تاني حاجة هتكون ملتزم بمواعيد. لا، التطبيق ده هتقدر تشغله في الوقت اللي انت عايزه، في الوقت الفراغ بتاعك، الوقت اللي انت تحدده ان انت تتعلم عليه. هتقدر تتعلم عليه اكتر من لغة، آه، في الوقت طبعا اللي انت عايزه، اللي هو في وقت فراغك بعيد بقى عن وقت الدراسة او وقت الشغل او اي حاجة بتكون بتعملها. تقدر تتعلم عليه من البداية خالص لحد المراحل المتقدمة. كمان بتقدر ان انت تقول الكلام باللغة الانجليزية او اللغة الفرنسية بالمايك، بحيث ان انت تقدر تعرف اذا كنت بتنطق النطق صحيح ولا النطق فيه مشكلة عندك. ولو النطق فيه مشكلة بيعدلك، وبتفضل تكرر لحد ما بتوصل للنطق الصحيح بتاع كل كلمة. فتطبيق كويس، تطبيق مهم، تطبيق مفيد جدا بالنسبة للناس اللي حابة تتعلم اللغات الأجنبية. مشكلة التطبيق ده ان هو بيتضمن اعلانات كتير وبيطلب منك اشتراك. بس طبعا احنا زي ما قلنا، بالنسبة لأي حد مثلا حابب ان هو يروح ياخد كورس، فكورس طبعا هيدفع له فلوس. فلما يكون في حاجة بتعلمك في قلب بيتك وفي الوقت اللي انت عايزه، في وقت فراغك او في الوقت اللي انت بتحدده بنفسك، فطبعا وطبعا بسعر اقل من اي مكان تاني، فبالنسبة لأي شخص هيكون الحاجة دي افضل بكتير. بس كده يعتبر ابسط شرح للتطبيق بالنسبه للمزايا والعيوب. لو عجبك شرح التطبيق يا ريت تدوس لايك للفيديو. لو عايز شرح التطبيق معين يا ريت تسيب لي في الكومنت. لو شفت ميزه عيب للتطبيق فايده، اسم التحديثات القادمه اكتبها في تعليقات الفيديو. شكرا، سلام عليكم.